بكم محب ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير جميعا، تكون فيديوهاتنا بتنال اعجاب حضراتكم. النهارده معانا كابل. هنجيب فيشه بس تكون بتتحمل باور عالي. الفيشه دي زي ما حضراتكم شايفين بتتحمل لغايه 16 امبير. الاطراف اللي فيها تعتبر نحاس. ما نفكوش للاخر يا جماعه، نفكه لغايه ما نلاقي الفتحه اللي هي كان فيها السلك ظاهره زي ما حضراتكم شايفين في التصوير. ودي القطعه المسؤوله انها تمسك السلك عشان لما نشد الفيشه السلك نفسه ما يتسحبش من الداخل. مهم جدا يا جماعه نتاكد ان الطرف بتاع السلك النحاس داخل للاخر خالص قبل ما اربط المسمار. بنركب الكفر الخارجي. الجزء ده يا جماعه مهم جدا، ده اللي بيحافظ على السلك عشان ما يتسحبش من الفيشه نفسها، علشان نتاكد ان احنا مسكنا الطرف الرئيسي او السلك الرئيسي ما يتسحبش من الفيشه لبره، ونكون مركزين ان احنا بنركب في نفس الاتجاه علشان المسمار يعرف يربط في مكانه. يمسك تمام، حتى لو شدينا اي شده جامده مستحيل ان هو يتخلع او يطلع. انا عارف الجزء اللي فات ده جزء بسيط جدا واي حد سهل ان هو يعمله، ولكن في احيانا بتكون ست بيت عايزه توصل التوصيله دي بنفسها، احيانا يكون شاب لسه مبتدئ عايز هو اللي يوصل الكابل ما يخليش حد يوصله. موضوع بسيط خالص، بس يبقى في حد عايز يعرف الكام خطوه البساط دول. فانا بعتذر مقدما للاطاله. ربطنا المسمارين بشكل كويس، اتاكدنا ان السلك الاطراف داخل للاخر خالص في الجزء النحاس في جزء النحاس، وبعدين الاهم ان احنا ربطنا الامان بتاع السلك عشان ما يتسحبش لبره. شكرا جزيلا، واتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت تتكرموا علينا باللايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك. شكرا جزيلا.